وعملنا أكتر شيء كويس هو إن إحنا ما خسرناش، إحنا اتعادلنا الحمد لله وعملنا شيء كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم. من وجهة نظري ندعي لكل إخواتنا لإن لسه المحنة مستمرة، إن شاء الله، إن شاء الله يخرجوا منها على خير، ربنا يهوّنها عليهم ويقويهم على اللي هم فيه، إحنا لا نملك إلا الدعوات، فلازم ندعي وإن شاء الله تبقى شيء ويزول إلى الأبد. دلوقتي غياب إمام بسبب الإصابة وتأثُّر الأهلي بالأشياء اللي حَلِّت علينا من وقت كأس العالم، مدير فني جديد، رحيل علي معلول، رحيل السولية، في واحد تاني ما كناش بنتفرّج عليه ولا على الأهلي بسببه عشان هو بيقول ما حدش ينتقده وما حدش يتفرّج على الأهلي ما دام هو بيلعب جوّه الأهلي، ما علينا. بعديها تأتي إصابة إمام في أول مباراة تريزيجيه وضياعوا الأهم فرصة جات لنا في كأس العالم، تألُّق محمد الشناوي، تألُّق وسام وتألُّق زيزو، تألُّق محمد علي بن رمضان، وبعد كده إخفاقات بالجملة للعيبة، إخفاقات لمحمد الشناوي في مباريات تانية، خلّينا نقول لمعظم الفرق خروجنا من دور المجموعات في كأس العالم. طب هو الأهلي هيعمل إيه؟ هنرجع الدوري إزاي؟ رحيل وسام أبو علي، مشاكل في عقود اللعيبة، إيه اللي حصل وإيه اللي هيحصل؟ بعد كل التغيرات دي يا صديقي حابب أقول لك إن إحنا اتعادلنا في أول جولة الأهلي يلعبها. طيب اتعادلنا في أول جولة، المدير الفني طلع قال إيه؟ المدير الفني طلع قال إيه في اللقاء الصحفي اللي بعد الماتش على طول، طلع وقال لك والله إحنا عملنا أحسن حاجة ممكن تتعمل وعملنا أكتر شيء كويس هو إن إحنا ما خسرناش، إحنا اتعادلنا الحمد لله وعملنا شيء كويس. ده شيء غريب وأول مرّة أسمعه من مدير فني للنادي الأهلي، ولكن الناس بتطلع تتكلم يعني إيه إحنا اتعادلنا، ويعني إيه الأهلي بكل النجوم دي اتعادلوا؟ هل ده الطبيعي؟ لأ. طيب مع تألق زيزو وغلطات وقلة خبرة من مصطفى شوبير وتألق لمحمد علي برمضان، نيجي للماتش التاني. الماتش التاني نلاقي الفريق اللي بيعمل نلاقي الفريق بقوته وبأدائه القوي بيعمل اللي عليه وزيادة، جونين لزيزو الأهلي كسبان 4 هتلاقي في غلطات دفاعية برضه، هتلاقي في مشاكل والحاجات دي ما بتتحلش. غريب إن ريبيرو بجد أنا حاسّه أضعف من إنه يمسك فرقة فيها النجوم دي كلّها. الأهلي ما بيحبّش الشخص الهادي، مش عارف يعني حاسس إن بجد إن هو يمسك فرقة فيها النجوم دي كلّها دي صعبة عليه أوي، صعبة عليه أوي، وخاصةً إن هو مش جاي من دوري قوي. كمان ما أعرفش إحنا ليه جِبنا ما عندوش حتى بروفايل عِدِل، ماشي. نيجي لإن إن نيجي لنقطة تانية بالنسبة ليّا هي الحالة الأغرب في التاريخ هي حالة طرد محمد هاني وهو بيسلّم شارة الكابتنة وبيخرج بيجري، لقى الحكم بيزعق له بيقول له اخرج من الناحية التانية مع إنه كان بعِد عن الناحية التانية، فمحمد هاني بيجري عشان ما يوقّفش المباراة، الأهلي كسبان 4 ومش محتاج يضيّع وقت أصلًا. فنلاقي بعد كل ده إن محمد هاني اترفع له كارت أصفر تاني في الماتش واتعمل له وبقت حالة طرد رسمي واتطرد. ليه؟ ما أعرفش. دي غريبة مع اختلافي في مع اختلافي لمحمد هاني في لقطات كتير وحالات كتير هو بيبقى متسبب فيها في كوارث، ولكن محمد هاني مظلوم، محمد هاني ما عملش حاجة، هو بيقول له: "ليه يا كابتن؟ طب ما خلاص أنا خارج." بيقلع الشارة والموضوع اتحكى فيه كتير، بيقلع الشارة وبتاع وبيدّيها لحد وبيخرج بيجري، فالمفروض إن الحكم ما ما يطردوش، هيطرده ليه؟ يعني هيطرده ليه؟ دي كانت غريبة أوي. بس خلّينا نقول إن الماتش التاني كان أفضل بكتير. نروح للماتش التالت ونشوف إن مع استمرار بيرو إحنا بنشوف قِلّة حيلة كبيرة، كبيرة في تغيير الخطط والتشكيلة بتاعة الفريق اللي بيشتغل عليها ريبيرو، بس بنشوف رجوع رجوع لمحمد الشناوي بأداء قوي جدًا، طبعًا تقريبًا عمل المستحيل عشان يرجع، وبجد ده كان شيء يخوّف، لإن محمد الشناوي بعد وفاة والده رحمة الله عليه بنشوفه مركّز وواثق من نفسه وقادر إن هو يحافظ على شباكه في وجود خطر في بعض الأوقات على مرمى النادي الأهلي أكتر من مرّة، وهو عارف هو بيعمل إيه، في وسط صحوة الجماهير الأهلي اللي رجِّت الاستاد من أول دقيقة. الجمهور هو جمهور، مش هيكتر. خلّينا نقول الجمهور بيقدّر بس
لو حس إنك اللحظة بتستهزأ بيه أو شايف إن أنت بتقلل منه أو ما بتعملش اللي عليك في الملعب، بيبدأ يظهر لك وش تاني وهو الهجوم. فبعد كل اللي اتكلمنا فيه أنا حاسس إن المشكلة الحقيقية مش في اللعيبة، المشكلة الحقيقية في اللي بيدير اللعيبة، المشكلة الحقيقية في ريبيرو، ودي أزمتي. أتمنى الأمور ما تسوءش أكتر من كده، لإني حاسس إن مش ده المدرب اللي يستحقه النادي الأهلي، مش ده المدرب اللي يستحقه نادي بحجم وقيمة وشعبية وعظمة النادي الأهلي. فبعد كل ده يا صديقي، أنت شايف إن ريبيرو مظلوم والّا معايا وشايف العكس؟ استنونا في حلقة تانية من وجهة نظري.